واطلعي بقى اقعدي مع اخوكي عشان ما يحسش ان في عوق. احنا الحمد لله ما صدقنا انه هيرجع تاني يقف على رجليه وينزل يشتغل. ولا انت ايه؟ هتموتي كده ومش مرتاحه ان انا هرجع اقعد في بيتي وارتاح تاني؟ ما تتعبش قلبي معاك يا كمال، اسمع الكلام. امك لازقه بغيرها وما هياش ماشيه، ونظرات المن واللوم مش هتخلص. وديك شايف احنا اللي بناكلها وبنشربها وانا عماله امسح وراها ولا كاني جاريه. ما هو صعب برضه يا بنت بصمها على بيع البيت. لا صعبه ولا حاجه، والورق اهو عبده عمل. امك لا بتعرف تقرا ولا بتكتب. اقول لك على حاجه، فاهمها ان دي اي ورقه وخليها تبصم عليها وخليها نخلص. شيخة حرام عليكي. ما انت لو ما بصمتهاش انت يا كمال هبصمها انا. طب وبعد ما نعمل كده نطردها من البيت مثلا؟ ما تسميهاش كده، امك هتعرف تتصرف، هي مش صغيره. اهو قال لها تروح لنعيمه مش صاحبتها وحبيبتها. ها هتعمل كده ولا بصمها انا وهي نايمه؟ ولا اقول لك هسيب لك البيت برطع فيه انت وامك وهاخد العيال ومش هتعرف طريقنا، وانت عارف ان انا اقدر اعمل كده كويس. وبلاش يا كمال تعمل لي فيها دور الطيب البريء اللي فجأة بقى بيحب امه. انت عايز تعمل كده ويمكن اكتر مني، صح ولا مش صح؟ ما ترد عليها يا كمال. ساكت ليه؟ دماغك عماله تودي وتجيب مش كده؟ اما ريحي نفسك يا حبيبتي. انا همشي من غير الحركات دي كلها، من غير ما تبصميني ولا نايمه ولا انا صاحيه. هاتي الورق وانا ابصم لك عليه. انا همشي يا كمال، همشي ومش هتشوف وشي تاني، وانت عايش حياتك بقى براحتك زي ما انت عايز، كأن امك ماتت. هات الورق ابصم لك عليه. هات الورق. لا اله الا الله. الله، رايحة فين يا ام كمال في ساعة زي دي؟ رايحة بيتي يا سعيد، رايحة النعيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل؟ حصل اللي حصل بقى، ربنا يهديه. لا إله إلا الله. أيوة يا نعيمة، بتتكلمي في وقتك. شفت اللي حصل يا نعيمة؟ الواطي والنبي اجي اعرفه مقامه هو والمسغوده مراته دي. يا اختي ايه الخلفه دي؟ مالهم جاحدين كده ليه؟ ده احنا كان لازم نقعد عليهم نبططهم ساعه ما جم، مش نربيهم. يا اختي ما انت كمان هبله وعبيطه يا ام كمال. طبعا البيت بيتك والفرشه فرشتك، تيجي اي وقت يا اختي. يلا مع السلامه يا بت. افتحي يا بت، هقوم افتح انا. هتاخديه ترميه المره دي؟ امشي من هنا وكفايه بقى، انا مش ناقصاك انت كمان. وانا مش ماشي من هنا غير لما ابوس راس نعيمه واطلبك منها ورسمي قدام الناس. احنا مش هنخلص. اتفضلي، الورد ده عشانك مش عشان هنا. يلا سكتك خضر، وما تعتبش هنا تاني وما تجيش هنا تاني. يلا مع السلامه. مالك يا بت؟ مفيش، اللي انت عملتيه ده هو الصح. انت بتعيطي؟ الله، مش ده اللي انت كنت بتخانقيني عليه طول الوقت عشان كنت بزقك عليه؟ مفيش حاجه، سيبيني في حالي بقى. نعم. انا 100 مره قلت ان انا مش جاي اهزر، انتوا ليه مستغربينها قوي كده؟ امك جت هنا وبهدلتنا. امي مجنونه وانا سبت لها البيت. خش خش، ما انا مش هخلص منك.
حد يندهلي كرم من فوق. اهو كرم بقى هو راجل البيت. اتفضلي. مش دلوقتي. الواد الغني اللي جاي يتجوز البت الفقيره، صح؟ ايه يا عم الجو اللي انت جاي بيه ده؟ اه، وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. ايه اللي يمنع بقى؟ انا مش فاهم. ولا انت جاي تستظرف، ما تتكلم عدل وتقول كلام يخش الدماغ. والله يا جماعه انا مش عارف اعمل لكم ايه تاني عشان تصدقوا ان انا عايز اتجوز، مش هلعب. فهموني انتوا، يمكن يكون الموضوع ده ليه سكه تانية. معلش يا اخويا اعذرنا حاج، احنا دقه قديمه. معلش بصراحه احنا مش مصدقينك، عايزين نصدقك. ماشي. انا ورثت مبلغ كبير عن ابويا، وتعرفت على تاجر مخدرات عايز ياخدهم مني ويدخلني في السكه دي. تفتكر انتي ادوس معاه ولا اتجوز بيهم؟ لا دي فلتت منك قوي. جوازه طياري يعني، زي دماغ الحشيش بالظبط، وسنه ولا 2 وترميها، مش كده؟ جرى يا نعيم، انت منزلاني من فوق عشان اسمع كلام العيال ده؟ في ايه يا جماعه؟ هو انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ ما انا دخلت من الباب وكنت واضح. مستغربين من سني، من ظروفي، من ان انا عايز انا وهي كمان عايزاني واحنا عايزين نتجوز. خلاص يا جماعه براحتكم. استنى. الله. بص بقى يا حبيبي، انا ما عنديش خطوبه، انا عندي كتب كتاب وجواز على طول، وهندفعك دم قلبك عشان تعرف ان الله حق، وان احنا ما بنهزرش وبنتكلم بجد. وبنتي ملهاش دعوه لا بامك ولا بجوز امك، وعايزينكوا تعيشوا هنا اهلا وسهلا. قلت ايه؟ نقرا فاتحه؟ نقرا الفاتحه. فتحة ايه دي يا ماما؟ الله، هو اني فيه وتف عليه؟ اقري الفاتحه. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ يعني انت عايز تفهمني انك مالكش علاقه بسريه البت سماح ولا مظبط معاها كمان؟ سلام يا باشا. استنى يالا، ما تهدى على نفسك يا انا معاك مش ضدك. اقعد عود. ما انت برضه يا حاج يعني بتقول اي كلام يعني. سريت ايه ومظبط ايه؟ هو انا ناقص بلاوي؟ انا عايز اقربك وتبقى من رجالتي. انت عارف اللي بيني وبين نعيمه، انا عايزك تخش ما بيننا وتستفاد يا هبل. انا عارف برضه متاكد بعد الجرصه اللي عملتها لك في الشارع انك هتبقى معايا. طب اللي انت عارفه صح، سماح ونعيمه سرقوا الست دي، وبعدين؟ الولاد وقعت على فلوس انقح من اللي قبليها، عماله تبعزق فيها يمين وشمال. جابتها منين؟ ايه الحوار؟ اكيد في مصلحه جديده. المره اللي فاتت عرفت تفلت ما عرفناش نجيبها، المره دي عايزين نجيبها. الوحيده اللي عارفه سرها سماح، اللي هي البت بتاعتك. لا يا باشا، اللي كانت بتاعتي، اللي بيني وبين سماح خلاص مات واتدفن. ما ينفعش يدفن يا عود، لازم يرجع، ويرجع احسن من الاول كمان. الست لما بتتشعلق بالراجل مهما يعمل فيها بتلين. انا عدو، لو قلت لها انا عايزك تبقي عيني على نعيمه مش هيحصل. انما انت بقى لو بعت لها الفكره هيبقى ليك الحلاوه. انا عايزك تبقى من رجالتي يا حوده، وانت ما تعرفش بقى اللي بيبقى من رجالتي انا بعمل معاه ايه. اجيبها لك بس بشرط. وشو يا حوده؟ بعد ما تخلص مصلحتك وتعمل اللي انت عايزه تخلصني من البت سماح دي. انا حالف لها وناولها على نية سودا، ومش ههدى ولا ارتاح الا لما اشوفها بتتحرق قدامي. بس كده، متشغلش بالك. هاتهالي انت بس، هاتهالي. يا نعيمه ولا هتعرف تعمل حاجه، ما دام الواد عايزها خلاص. بعد شويه هتعرف ان الله حق، وهو مش هيقعد معاها في نفس الشقه، ومش هياخد منها مصروف، هو عنده شقته. دي ست واصله ودول ناس كبيره وممكن تاذي البت. لا هي ست مش وحشه، انا عاشرت هوانم كتير وعارفه طينه كل واحده فيهم. هي مش هتاذيها ما دام هو بيحبها، وهو راجل هياخد باله منها. بناتك وانت حره، بس بصراحه بقى انا مش مستريح للجوازه دي. بقول لك ايه، ما تقلقنيش، هو عايزها وهي عايزاه وانا عايزاه. هلاقي انضف من دي جوازه فين، ولا احسن من دي جوازه فين؟ براحتك، انا طالع. اطلع بقى يا اخويا، انت كل شويه تخوفني جاتك نيله. انا ناقصه؟